في الجلسات النفسية احنا ساعات بنستخدم نوع من الأدوات العلاجية اسمه السوماتيك اكسبيرينس أو العلاج بالأداء الحركي، وده بيعتمد على حركة الجسم عشان نحرر بيه الصدمات، لأن الصدمات كتير ما بتتخزنش في الذاكرة بس بتتخزن في العضلات نفسها. وده بيأكد إن التمرين مش بس بيبني جسم، لأنه كمان بيفك مشاعر متجمدة ويساعد الإنسان يبقى حر من جوه قبل ما يكون شكله متغير من بره. حتى الأكل اللي بندخله لجسمنا بيأثر عليه، البكتيريا اللي في معدتنا، والبكتيريا دي مش بتشتغل لوحدها، دي لها علاقة مباشرة بالمود والمشاعر والاكتئاب وحتى التفكير. يعني الوجبة اللي بتاكلها ممكن تبقى سبب في إنك تتعصب أو تهدى أو حتى تكتئب. وخليني أقولك على سر صغير اللي بيساعدنا نكمل مش بس الوزن اللي بيقل ولا إننا بنرجع لمقاس الجينز القديم، اللي بيساعدنا نكمل هو إننا نحس بالفرق الكبير لما بنرجع الاتصال ما بين الجرح اللي اتخزن والحركة اللي بتحرره. فلو بقالك كتير مكسل خلي بالك.